السلام عليكم. حسب ما ورد مؤخرا في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وبعد تغريدات المعلق الجزائري حفيظ دراجي والتي أثارت جدلا واسعا بالمنطقة العربية وخاصة الشرق الأوسط، بعدما اعتبرت هذه التغريدة استفزازا ودعما صريحا لإيران. وحسب ما يروج قررت بين سبور إيقاف المعلق الجزائري حفيظ دراجي. في هذا الفيديو سوف نسلط الضوء على هذا الأمر، فتابع معنا الفيديو إلى النهاية. أولا، وكما جاء في التدوين كما ترون، كان يمكن لإيران أن تكتفي بضرب تل أبيب ردا على العدوان الأمريكي وأن تحصر عرضها في نطاق المواجهة المباشرة مع من تعتبرهم أطرافا في الهجوم، بدلا من توسيع دائرة التصعيد باستهداف القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة. فمثل هذا الخيار كان سيجلب لها التضامن العربي والإسلامي ويجنبها استفزاز جيرانها، ومع ذلك يبقى الوقوف مع إيران ضد العدوان واجب. أما حفيظ دراجي من جانبه في تصريح خاص للمصري اليوم قال: غير صحيح إطلاقا ما تردد عن منعي من التعليق، هذه مجرد إشاعات ليس لها أساس من الصحة. أيها المشاهدون والمشاهدات، لتتضح الصورة أكثر نرى معا ردة فعل الصحافة الجزائرية حول هذا الأمر. حفيظ دراجي مذيع بين سبور بعد 18 سنة من العمل، هاولي عمل 12 سنة كذلك في 20 سنة في قطر. يعني ما نقولش طردوه، يعني طردوه من التعليق، لأن الوسائل اللي راهي تخلط كتير، هم مطرود من التعليق دائما في البين سبور. لماذا هذا الشيء؟ أنه ظهر بتعاطفه مع إيران وانحيازه للدولة الإيرانية. المهم هو مستبعد، الناس بكره تزيد. أنا أقول لك حاجة اللي عجبتني في هذا الرجل، وهو وقوفه دائما مع القضية الفلسطينية، ظالمة أو مظلومة. أنت أيها المسؤول القطري ما صدقتش على حفيظ دراجي، حتى هو جال بالقناة هذه في أوروبا وفي أفريقيا وفي آسيا. أي كأس عالم، أي جزائري أو أي عربي يريد مشاهدة تعليق مباراة بتعليق تاع حفيظ دراجي؟ كل شيء بيد الله. وكما يقولوا ها خويا السعيد وخدم تما، ويقول لنا كلمة في حق هذا، كما يقولوا شرف الجزائر بالنسبة لنا. لا، ما يختلفوش اثنين انه حفيظ دراجي كصحفي من احسن الصحفيين، من المؤسسين اولا تاع القناه هذه، وعطى دار ان جروند بوبليسيتي في البين سبور، وبين سبور صبحت معروفه، وكان هو من المساهمين باش لحقت المستوى هذا. ما نتكلموش على، ولكن احنا ما نظلموش الناس، رانا في رمضان ورانا مؤمنين اخي ناصر. نقولوا الكلام اللي مع لاعب وداخل الشرطه برا تجي ترفدك تديك. الناس دايرين يا اخي، دايرين حدود وما لازمش تفوت. انا مع الدراجي، انا نوقف مع حفيظ الدراجي كجزائري، نوقف معه اكيد 100%. لكن عندهم هما واحد، انت رياضي، الامور السياسيه ابعد. تروا هالصحفيين المغاربه لا انا معك سعيد، انا على بالك ليش تكلمت هكذا على حفيظ، لانه هناك مسؤول سمعته في قطر يتكلم انه كان يتقاضى لا صوم كداليا بار موا، لو كونت تاعو شحال فيه، لو كان ماشي قطر تسمى هذا حفيظ دراجي ما ياكل ما يشرب، راهو غلط يا سعيد. لا حفيظ دراجي يخدم في كل القنوات في العالم. هاوش حبيت نرجع على هذا المسؤول يتكلم نهار عليه. كان المشكل بين السعوديه وقطر، في نهار دار لومبارغو على قطر، حفيظ دراجي وقف مع قطر. بارك الله وقف لأن عايش في قطر، وقفنا الكل مع قطر. اليوم كان امور خارجه عن الاطار الرياضي، وانت كرياضي، انا رايي الانسان يكون شويه يبعد شويه على الحساسيات، لان السياسه احنا ما نعرفوش واش كاين لو فون. احنا رياضيين ما نتكلموا الا الرياضه، وانا جو سوي كونتر رياضي يجي يتكلم على السياسي والمسؤول في الايكونومي، ولا خبير في الايكونومي يتكلم على الرياضه. كل واحد يا اخي يتكلم على المجال اللي يعرفه واللي متمكن فيه. هذا رانا نعانيو فيه هنا، حبينا نقولوا ايه لا، ولكن يبقى حفيظ دراجي قامه كبيره. ممكن زله لسان، ممكن
عبر عن رايه عن بكل رأيه شجاعه فقط، يعني وقال لهم هذه- ديروا واش حبيتوا، ولكن احنا نصالي اون ديفون حفيظ الدراجي بارك الله في كل ما قام به في قطر. يعطيك الصحة خويا سعيد. خويا مختار، علق عليك وشفت وتحب تسمع حفيظ دراجي يعني كلام حول هذا الجزائري الأصيل. والله غير بون لعبت كونتر عليا ثاني كي لعب ماتش ولا كونتر مولودية. في المولوديه. انا واش نقول لك حفيظ الدراجي عنده شخصيته، قام في قامه يعني الصحفيين في بين سبور، خلى مكانه تاعو، ولكن هو عارف ادرى باموره. إلا لو كوراج دو دير واش عنده، باسكو هو يكتب شويه على السياسه. انا السياسه خاطيني، يعني انا نقول لك بون احنا ندافع عليه من جهه تاع الناس باش تدخلوا في الشخصيه تاعو. نو انا كونت دوك الكونت تاعو شحال عنده بصح تعب عليه هو باش تعب عليه، خلى دارو، خلى الجزائر، خدا راح لتما خدم. اما امور هذوما هو عنده يعني شخصيته، على باله بلي ادرى واش دار. احنا نقولوا له ربي يعينك وصحة رمضانك. لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ولكم مني أجمل التحيات.